ليست امكانيات افراد. نحن عن قضيه الاسرى المصريين في عام 67 دي كلها كان من معاشات من المرتبات اللي الاسرى، لكن عشان تلجا للمحافل الدوليه اللي سيادتك بتقول عليها هو الحكم بيقول لها كده، يلزمها الزام الحكومه المصريه باللجوء الى المحافل الدوليه والامم المتحده ومجلس الامن لتشكيل محكمه جنائيه دوليه للقصاص من اسرائيل. فدي مش امكانياتنا، وانا اضحك عليك لو قلت لك عامل كده. عشان هو في ملاحظه بس. اتفضل. هو الخوف ان الحكومه لو ناويه ان هي ما تعملش ده بس مجبره ان هي تبعت ملف واهي، تبعت ملف واهي للمحاكم. كانت طلعت على الحكم هنا هتبقى الحاجه الثانيه صحيح ده محتاج امكانيات ماديه، بس حضرتك ممكن يعني مع البحث نجد او يعني في محامين ممكن او يتطوعوا لده، خصوصا لو في تعويضات هتتصرف. يمكن ان احنا بص حضرتك، اتفضل. اولا اسرائيل ومصر مش موقعه على المحكمه الجنائيه الدوليه اللي انشئت منذ عده سنوات. احنا بنطالب، هو القانون كده، تشكيل زي ما عملوا مع الحريري، شكلوا محكمه جنائيه دوليه مؤقته. تشكيل محكمه جنائيه دوليه ده مش، ما اقدرش انا اطلب بيه، لازم الدوله اللي تطلب بيه، ومش دوله ومعاها كمان الدول العربيه عن طريق جامعه الدول العربيه بصراحه عشان يبقى في قوه. لكن انا ما اقدرش اطلب. هو ممكن ناخد من سؤال الدكتور سؤال تاني عايز اتفضل. هل تم اللجوء للجمعيه العامه للامم المتحده فيما يخص حقوق الانسان؟ مجلس الدولي لحقوق الانسان ده برضه ممكن يفتح لنا من مين؟ برضه مش امكانيات الدوله هي التي يعني هل ليس من حق اي شخص طبيعي او اسير ان هو يلجا للمجلس الدولي لحقوق الانسان مطالب حقه لو الحكومه المصريه تقاعست في ده يا فندم؟ انا بسال في كده. المجلس الدولي طبعا مش هيعتبر تلوم طبعا اطلاقا، لان دي بتبقى عايزه جهه سياديه، دوله عضو كيان. لكن انا اروح اطلب من الامم المتحده ولا من المجلس مثلا عم امين السواق التاكسي اللي حارب مثلا يروح يطلب هو الكلام. طب ناخد سؤال تاني، اتفضل يا حضرتك. انا كان تعقيب على حضرتك لما عرفت الحكم. انا بحاول ما تعقبش. ماشي، ما انا بقول لحضرتك، فبتقول ويا ترى رديت يعني اديتوهم حاجه؟ بالظبط. والد حضرتك لا انا والدي توفى الله يرحمه، وانا مسانده سياده اللواء. عرفينا بنفسك بس. انا زينب المليجي، أمنية المرأة مع سيادة اللواء وعضوة في المؤتمر العام المصري وجبهات كتير. أهلا بيك. بس في الأساسي إن أنا بحترم سيادة اللواء جدا ومثمنة ومقدرة دوره، لأن أنا مقتنعة بيه، لأن أنا شاهدت عيان وعشتها. يعني القضية دي أنا عشتها في طفولتي وشفت والدي. فلما الله يرحمه اتخلعت ضوافره، ومش عايزة أقول لك هو والظباط شربوا البول بتاعهم في سينا. ده بطل يعني ربنا يرحمه. والحمد لله حضر كل الحروب. يعني ووالدي من اسر الاسرى. حضرتك احد لا انا ما رفعتش قضيه. لا بس حضرتك احد يعني ايوه والدي اسر في 67 وفقد في 73. وطبعا لكن انتوا وصلتوا ليه بدليل بتقولي مات وتوفى. والدي توفى الله يرحمه الحمد لله. يعني رجع، انا قصدي بعد الفقد رجع بس ما هو يعني ما شافش عذاب يعني عشان رجع. لا شاف عذاب بس يعني رجع. وهم ما هم الاصل اللي رافعين القضيه دولت ما هم لسه على قيد الحياه. معلش سؤال حضرتك للمنصه يعني نرجع مكان الاسير ولا لا؟ مش ده سؤالك؟ لا طبعا. لا انا براجع معاها التاريخ، اصل هي ما شرحتش هي مين ولا كده. انا عايزه اقول لحضرتك ان سياده اللواء حضرتك بتقول ان هم هل بعد الحكم احنا ادينا للاسرى حاجه؟ لا طبعا ما اديناهمش، لان سياده اللواء 18 سنه وهو بيجاهد في القضيه لوحده، ما اخدش من حد جنيه. الحكومه بقى في حاله لو هي ما نفذتش الحكم، احنا يعني مع احترامي لسياده اللواء واحنا هنجبره بده، لان سياده اللواء هو اللي بدأ الطريق واحنا بنضمينا معاه. ربنا يستر عليه. كلنا معاه. السؤال ايه حضرتك؟ السؤال بقى ان في حاله لو الحكومه ما نفذتش الحكم، سيبنا عشان انت بس رئيس الحكومه عشان ايوه، لو الحكومه ما انصاعتش للحكم احنا عندنا طرق تانية نحتفظ بيها دلوقتي. لا دي بقى لا بعدين لما نبقى نقعد. بس انا بقول لسياده اللواء استاذه زينب كان لنا دور عند الله سبحانه وتعالى فيه. الان هو دور الاعلام
السلطة الرابعة التي الإعلام تستطيع أن والشعب تغير يا كل شيء. سيادة اللواء. الإعلام نمرة واحد. بالظبط، هو اللي اللي تخاذل وما وقفش جنب حضرتك وقت القضية. لا أنا لازم بعد إذن حضرتك عشان الإعلام كله يعرف. يوم القضية بتاعت سيادة اللواء مع الأسف الإعلام المحترم ما فكروش يجوا يسندوا اللواء في القضية المحترمة اللي بتخص شرف وكرامة المصريين كلهم، ومع الأسف كلهم كانوا جايين. لحظة من فضلك عشان الإعلام يعرف. كانوا جايين مش انتوا إعلام؟ لا 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 كانوا جايين يساندوا بتاع رئيس عكاشة بيساندوه عشان يرجع البرلمان وهو عازم السفير الاسرائيلي في بيته عشان حتى تقدير على دماء المصريين. يا استاذ مصطفى، احنا استاذ مصطفى زميل مسؤول الامه، طبعا هي زميله غصب عنها والدها هتعذب، فاحنا كلنا مقدرين ده، ولكن الاعلام دلوقتي الاستاذ اياتي موجود، انا من اخبار اليوم موجود، كل الزملاء موجودين لمسانده سياده اللواء، وسياده اللواء اذا لجأ لاي حد هو مش محتاج يلجأ الاعلام، لان الاعلام هو اعلام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعلم كل الناس بقضيته. اضيف لحضرتك بعد اذن حضرتك كلمه. على فكره انا انفعالي مش عشان خاطر والدي بالمناسبه، ده لان انا اتربيت ان انا ماليش عدو في الدنيا دي كلها الا الخيال الصهيوني. انا رضعت ده من طفولتي، بعيد بقى عن ان بابا اتأثر او اتعذب واتيفر او اللي اتعمل فيه. احنا مقدرين حتى الزي، بس حتى الزي بتاع حضرتك بيدل على وطنيتك يعني، فدي حاجه محترمه. ميرسي ميرسي. في نقطة كنت عايز أقولها على كمان، يعني احنا شفنا الحكومة بتاعت مبارك ان هم باعوا الغاز بأقل من التكلفة. ده حسين سالم. مهبين حسين سالم. يعني الحكومة. وإسرائيل طبعا التاريخ عارفين ان هي اللي عملت حماس، وهي اللي كانت بتدفع حماس. الصوت يا جماعه لو سمحت، اسمع بس الدكتور. هي اللي كانت هي حماس دي صناعة إسرائيل، وكل شويه خط الانابيب الغاز كان ينقطع ويقف الغاز عن اسرائيل، وبتطالبنا بتعويضات ماليه رهيبه بالمليارات عن انقطاع الغاز، هيجي قد ثمن الغاز اللي احنا خدناه منها. تمام. فيعني شركه يعلون الاسرائيليه ايام